السلام عليكم احباب الله، عواشركم مباركه. نبداو القصه ديالنا بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. انا كلثوم، استاذه في اللغه الانجليزيه، عايشه مع وليداتي. عندي وليد وبنيه. زوج ديالي خدام موظف، قال لي تجلسي من الخدمه باش تراعينا وتراعي دارك. من بعد فاتت فتره من الوقت، الزوج ديالي وقع له مشكل في الخدمه ديالو ووقفوه. قلت له ضروري نبدا نخدم انا. بقيت نقلب على الخدمه ما لقيتش، بقيت ندفع في هذا الشيء نتاع انترنت وهما يردوا عليا. دفعت الميريكان وقبلوني. خليت وليداتي مع الوالد ديالهم ومشيت. ملي مشيت بديت نخدم. خدمت في واحد المتجر كبير، بقيت خدامه فيه فتره من الوقت. من بعد جات كورونا، جلست من الخدمه، بقيت نشومي. كتر خير واحد السيده كانت حتى هي مغربيه بحالي، عاونتني، وقفت مع بجنبي، سكنت معاها، قالت لي غادي نعاونك ونوقف معاك حتى توقفي على رجليك. انا ما نرضاش باش نخلي السيده تصرف عليا. بقيت نخرج من الصباح ما نرجع حتى العشيه وانا نقلب على الخدمه تا رجليا طابو. شاءت الاقدار انني واحد النهار مشيت لواحد المدرسه، دخلت سولتهم على شي خدمه الا كاينه، والمدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه قالوا لي كاين واحد القسم راه الاستاذه اللي نجيبوها ما تجلسش فيه، لان غادي نعلموك بلي عندنا واحد البنيه راها شرسه، الطبع ديالها صعيب بزاف، ما كانش اللي يقدر يستحملها. مع كنت انا نقلب على الخدمه، قلت مرحبا ماشي مشكل نصبر. دخلوني لداك القسم، شفت هذيك البنيه هي عندها 12 سنه، العقل ديالها على حساب 7 سنين، كانت شرسه، مستحيل انك تسيطر عليها. هي هذيك بقيت ناخذ بخاطرها شويه بشويه، والو دير المشاكل، تضرب الاصدقاء ديالها اللي معاها في القسم، مشاغبه، ما تبغيش تقرا، تجي مشعكه من دارهم، ما تبغيش تمشط، ما تبغيش تلبس مزيان. اللي حداها كاع التلاميذ اللي حداها تضربهم. عييت معاها. واحد النهار قلت علاش ما نجربش معاها انني نقرا عليها القران، كتاب الله. بقيت فوق ما نشوف الغفله نقرا لها القران في الودن ديالها، وهي تشدها واحد السكينه وتعطيني الخاطر. كل نهار نقرا لها القران، كل نهار فوق ما نشوف الغفله باش ما يشوفونيش نقرا لها القران في الودن ديالها مرارا وتكرارا. بقات البنت فتره على فتره، بقات البنت تستجب لي وتهدنت، ما بقاش فيها داك الصداع، ما بقاش تضرب الوليدات اللي حداها. كانت الماكله ديالها هما دايرين لها واحد النظام غذائي، كانت ما تاكلش، ما تبغيش تاكل ديك الماكله اللي يجيبوها لها صحيه، كانت تجيب ديك الماكله نتاع الزنقه وما كانش اللي يقدر يسيطر عليها. بقيت نقول لهم جيبوا لي الماكله ديالها ونجلس حداها وناكل معاها، وديك الماكله ديالها حتى نقرا عليها القران ونعطيها لها. بقات البنت بقات تاكل ديك الماكله، بقات تستجب للهضره ديالي، بقات الحاجه اللي قلتها لها تقول لي واه. من بعد بقات حتى الهندام ديالها تحسنت في الهندام ديالها،
بقيت تجيب لي الوالده ديالها الكسوه نلبسها لها. مشيت شريت لها شي مسيسكات تاع الشعر، بقيت نمشط لها شعرها. البنت تنظمت، تبدلت شخصيتها جذريا، لدرجه ان الاساتذه كاملين لاحظوا التغيير نتاع هاد البنت هادي. بقاو يسولوني، قالوا لي كي درتي لها؟ راه شحال من استاذه جات وجات لهذا القسم هذا وخرجت مسبتها، حتى واحد ما قد يسيطر عليها. قلت لهم انا انني خدت بخاطرها ورشقت لها عليا. هادشي اللي كاين، ما نقدرش نقول لهم باللي كنت نقرا عليها القران بطبيعه الحال. هي هذيك يوم على يوم البنت تحسنت الوضعيه ديالها، بقات تقرا، ارتاحت. كل نهار نقرا عليها حزب في الودن ديالها، والبنت غاديه وترتاح وغاديه وتستجب لا للعلاج ولا للدراسه ديالها. واحد النهار نتفاجئ بالمدير، عيط لي وقال لي هاد الانجاز اللي درتيه راه عظيم، راه حتى واحد ما قدر يسيطر على ديك البنت، كان عندنا مشكل معها كبير. نتمنى انك ديري معنا كونطرا وتجلسي معنا ونزيدوك في السيار. حمدت الله وشكرته ان ديك البنت كانت سبب الرزق ديالي. كتبت معاهم، سجلت الكونطرا ديالي معاهم 5 سنين، جلست معاهم. ديك البنت بقات معايا، فين ما مشيت تمشي معايا، لدرجه انها بقات شحال من خطره تقولها الوالدين ديالها يجيبوها عندي حتى للدار. فوق ما تجي عندي للدار ديالي تقول لي ديك اللغه ديالها، تقول لي قري لي في ودني. بقى نقرا عليها القران. البنت ولات ما شاء الله. جلست فتره في ديك المدرسه، طلعت الزوج ديالي ووليداتي، درت لهم التجمع، طلعتهم. بعد لا كان وصلنا الفقر، ولينا الحمد لله. جبت الزوج ديالي لديك المدينه، حتى هو خدم، كان عنده اختصاص تاع التجاره، حتى هو بدا يتاجر، بدا يخدم على راسو. وليداتي دخلتهم بقاو يقراو. انا تحسنت الوضعيه ديالي الحمد لله. ولكن المغزى من هذه القصه انني بغيت نقول لكم القران شيء عظيم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. سبحانك يا اله. كتاب الله راه شفاء للنفوس. اللي كان نفسيته مضطربه يقرا القران، اللي كان باغي شي حاجه في نفسيته وباغي شي حاجه تقضالو يقرا القران، اللي كان داير عليه الشيطان يقرا القران. القران راه حاجه عظيمه، وهذه هي الفرصه ان بنادم اللي ما كانش يقرا القران وما كانش يواظب على القران في شهر رمضان، عنده الوقت انه يقرا القران ويواظب عليه، وغادي يشوف معجزات ومعجزات من كتاب الله الحكيم. هذه هي قصتي معكم، نتمنى انها تعجبكم وديروا بها، تنال الرضا ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش نزيد نعطي كتر وكتر. تنساونيش باللايكات، تنساونيش بلي كومونتير. تبارك الله عليكم، وعواشر مباركة مرة أخرى عفوا، وإلى اللقاء في قصة قادمة بإذن الله تعالى.